في بيان لكم يعني بنهاية العام الماضي مع ظهور بذور للمصالحة الفلسطينية بالقاهرة، كان لكم بيان بتحذروا في نهاية المصالحة، وإن حتى بتحذروا حركة حماس على أن لا يعني تكون خاتم إسلامي بيد السلطة وبيد المشاريع. يعني وصفتم بهذا الوصف في بيان يعني هي بين إيدي صادر عن حزب التحرير. أنتم ضد المصالحة؟ هو يعني عفوا على التعبير، إذا وصفنا الأمر بهذا التسطيح يبدو الأمر غريبا. لا يمكن أن نكون يعني هذا البيان نعم، لا يمكن أن نكون أصدرنا بيان حول المصالحة، ولذلك هذا ما يعني أبين. لا يمكن أن نكون ضد حقن الدماء وضد المصالحة العقائدية وضد المصالحة المشاعرية بين المسلمين، وهذا حاصل متحقق. هل يوجد الآن احتدام دموي بين المسلمين في فلسطين أو بين أهل فلسطين عموما، مسلمين وغير مسلمين، يعني من النصارى في فلسطين؟ هل يوجد احتدام؟ لا. إذا واقع المصالحة كحالة شعورية وحالة انفعالية متحقق. فالقضية عندما تسمى مصالحة هو الحديث عن برنامج سياسي وعن توافق سياسي، هذا ما نحذر منه. قطعا نحن عندما احتدم الصراع العسكري والدموي بين حماس وفتح حركنا وفود على الأرض لحماس، لقيادات حماس وقيادات فتح، لنحثهم على يعني عدم الانجرار إلى الصراع الدموي، لأن الصراع السياسي لا يمكن أن ينفجر بين المسلمين إلى صراع دموي. وبالتالي نحن دائما مع حقن الدماء بين فتح وحماس، ولكننا ضد المشاريع السياسية التي تضعنا بين خيارين: إما السلاح أو الانبطاح. نحن نريد فلنخض بالكفاح، هنالك معادلة ثالثة. إذا هذا ينقلنا إلى سؤال. يعني أنتم ما بدكم حلول سياسية ولا سلمية، بدكم الكفاح وبدكم الجهاد، ولكن لا تمارسون ذلك تماما. السؤال الآن لماذا؟ السؤال الآن من يمارس الجهاد لتحرير فلسطين؟ يعني فتح بتقول بنمارس، الجبهة الشعبية بتقول بنمارس، حماس بتقول بنمارس. أنت مقتنع بهذا الكلام؟ أنا أرى ذلك طبعا. من يمارس الآن؟ فتح تمارس الجهاد؟ أنا مقتنع أن طبعا أنا لا أريد أن أضعك في مقابل كإعلامي. أنا ما عندي مشكلة كإعلامي أشهد بأن التنظيمات التي ذكرت تمارس ومارست العمل الكفاحي والجهادي في سبيل تحرير فلسطين. أن كان هنالك في مسيرة القضية الفلسطينية كان هنالك فدائيون مارسوا كفاح عسكري في مراحل وفي محطات متعددة، لهم الإكبار ولهم الإجلال ولهم التقدير، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحسبهم شهداء، أن يتقبلهم شهداء عنده، سواء كانوا من فتح من حماس أو من أي فصيل آخر، طالما أن النوايا مخلصة لله. لكن حاليا ما يطرح ليس ثمة من برنامج يقوم على الجهاد لخلع الاحتلال من جذوره، هنالك فقط برامج سياسية وفقط برامج سياسية. لذلك تحول الخطاب عن المقاومة المسلحة إلى المقاومة السلمية والمقاومة الشعبية. بدأ عند السلطة في رام الله وتخلخل في أدبيات السلطة الأخرى. لكن دعني أميز عندما نتحدث بين السلطتين في رام الله وفي غزة وبين الحركتين، حركة فتح وحركة حماس. لا شك أن الأدبيات تبقي على بعض يعني ما انبثقت من خلاله، لكن الممارسات على الأرض السلطة في السابق قالت صواريخ عبثية. وماذا قال إخواننا المشايخ في الفترة الأخيرة؟ ألم يستخدموا تعبيرات شبيهة وقالوا صواريخ لا وطنية؟